اليوم سويت لكم هذا الفيديو بالقلاية الهوائية للسمك. أول مرة أسوي السمك فيها، وراح نشوف نتيجة السمك شلون يطلع عندنا بالشوي. وبخيت عليه شوية من بخاخ الزبد وورق القصدير طبعا تحت على مود القلاية الداخلية لا تصير كلها دهون وشي وصعب التنظيف. راح أخليها بالقلاية. شوف واحنا خليه على درجة 200 آخر شي، وآخر شي 30 دقيقة. راح نشوف ايش قد مدى استوى. 10 دقايق خلينا نشوف شلون صار السمك. شوفوا روعة والله، ماخذ لون. أنا طبعا أول مرة أسوي السمك بالقلاية فما أعرف الفلفل، خليته على 30 دقيقة بس ما شاء الله ماخذ لون وشكل حلو. هسه راح نتركه شوية أو نقول بعد الجهة الثانية وخلينا نشوف شلون راح يصير. السمكات على الوجه الثاني بعد 25 دقيقة. تقريبا أخذوا من الوقت شي تقريبا يعني 25 دقيقة. 25 دقيقة نشوي السمك. على السمك ما يحلى إلا ويا التمن الأحمر. هنا بديت أني أطبخ التمن الأحمر. طبعا هو المفروض وكثير يستعملون البصل وقبل المعجون، لكن احنا بنحب البصل بالتمن. فعلى طول حطيت المعجون وحملته بالزيت وخليت عليه المي وتركته إلى أن يغلي المي حتى المعجون يثبت فيه المي، وبعدين أخلي الرز أو التمن البسمتي عليه. وطبعا التمن البسمتي أطيب شي بالتمن الأحمر، يعني يكون كلش طيب وحبايته تبقى ما تتكسر. تابعوا ويانا للأخير. هنا ضفيت لي المعجون ملح وفلفل أسود شوية وتركته حتى يغلي. اللون ايش قد حلو، لون المعجون خفيف على النار. هذا اذا احتاج مي احط له شوي، اذا ما احتاج خلاص هذا مقداره كويس، ما يحتاج اي مي. نغطيه ونتركه. طبعا راح نخلص الفيديو مالتنا واتمنى ينال اعجابكم. وهذا السمك القلي، وبالقلايه ايضا سوينا قلي بس بدون زيت، وايضا شويت بالفرن لان كان عندنا ضيوف. والحمد لله والشكر صارت السفره حلوه بلمه الاهل. وطبعا تعرفون بقيه الحبشكلات اللي هي البطاطا والزلاطه والقعده الحلوه والاجواء الحلوه. شكرا لكم متابعيني واصغاركم على هذا الفيديو، ان شاء الله ينال اعجابكم. والف صحه وهنا على اللي اكل.